في رجل. هكذا عبر رجال الدين في محافظة النجف الأشرف عن السيد الشهيد محمد باقر الصدر بذكرى استشهاده، ووصفوه برمز الإنسانية جمعاء وليس لطائفة أو جماعة معينة. عبد المنعم الأسدي والتفاصيل. هل يمكن لهذه الكلمات أن تشكل بمجموعها أنشودة عابرة لا تعني أكثر من وزن وقافية ولحن، أم أنها شيء آخر ارتبط بتاريخ أمة كاملة؟ وهل أن هذه الأنشودة بما تحمل من معاني تجسد حياة شخص واحد، أم أنها سيمفونية للتضحية العراقية والتي حققت الآن أمنية من انتهت حياته لأجلها؟ أعتقد أن السيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر كان أمة اختزلت في رجل في الفترة التي عاشها والفترة التي رحل فيها، لأنه مثل هوية الأمة وصحوتها التي ينبغي أن تكون عليها حين يتعملق الطغيان والاستبداد والانحراف والدموية والطاغوتية بكل ما تجسده من معاني. محمد باقر الصدر اسم تعذبت لأجله قلوب وتسامت فيه أرواح، فكان يعني وقفة الحب والسلام، والتي قابلتها رغبة متعطشة للموت والفناء عند سفاكي الدماء. نهج السيد الشهيد رضوان الله عليه كان للأمة الإسلامية جميعا. نأمل أن نعرض للعالم الدروس والعبر التي حصلنا عليها من استشهاد الإمام السيد محمد باقر الصدر. 33 عاما منذ أن مزق جسد الصدر الشهيد رصاص لا يحب الحياة، لكن الحياة لا تزال مرتسمة على شفاه ذلك الشهيد المغيب تحت الثرى في ليلة لم يكن لها شعاع من ضياء. وأبكيك يا سيدي لأنك صمت العهد والإيمان. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يختاره خرج من الدنيا شهيدا سعيدا كما استشهد جده الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولئن غيب البعث الإرهابي جسد الشهيد الصدر إلا أن عطاءه لا يزال ثرا إلى اليوم، وحكاية أن يسقط النظام البعثي يوم استشهاد الشهيد الصدر فهذا له حكاية أخرى تدل على كرامة لهذه الشخصية. من النجف الأشرف، عبد المنعم الأسدي، قناة العراقية. الشهيدة بنت الهدى والتي بات